انا اسمي دانيا وعندي صاحبتي اسمها مايا. انا وهي قد بعض في السن ونعرف بعض بقالنا سنتين وبنحب بعض جدا زي الاخوات. بس لما دخلنا المدرسه كانت عندها واحده صاحبتها كانت بتقعد معاها طول السنه علشان كنا في فصول مختلفه، وصاحبتها دي من النوع الملزق، وانا كنت بتضايق منها علشان كل مره بروح عندهم الفصل بتفضل تتكلم معاها وتقول لها محتاجاكي في كذا وكذا، وتفضل تحضنها وتبوسها زي شخصين حبايب. طبعا انتوا فاهمين قصدي ايه. وانا حذرت صاحبتي منها كتير علشان انا بصراحه بعرف الواحد من اول نظره اذا كان كويس ولا وحش، وفعلا دي قدره غريبه جدا وفادتني كتير. المهم دلوقتي انا وصاحبتي مايا متخاصمين علشان هي بطلت تتكلم معايا ومش بتيجي عندي ومش بتسال عليا حتى، ولو اتقابلنا في الحوش بتتجاهلني، واختها واصحابنا بيحاولوا يصالحونا على بعض، بس انا زعلانه منها قوي وهي حتى مش راضيه تتاسف لي. وسبب المشاكل دي كلها هي صاحبتها الملزقه دي. صاحبتها دي بتغير مني اصلا من غير ما اعمل لها حاجه. بس امبارح ابتدينا نرجع نتكلم شويه وكنا هنتصالح فعلا، بس صاحبتها الملزقه دي جت وقعدت تحضن فيها وتبوسها وتقول لها وحشتيني، وخدتها ومشيت. وانا اتعصبت قوي وكنت عايزه اروح اتخانق معاها علشان هي دايما بتاخد صاحبتي مني وتخليها تبعد عني. انا بجد عايزه احل مشكلتي دي، مش عارفه ليه حاسه ان في حاجه غريبه في صاحبتك دي، يعني بتتعامل على اساس انها بتاخد جوزك منك وبتفرسك. مش عارفه ليه حسيت كده والله، بس اهو حسيته خلاص. وبعدين انا بنصحك انك تبعدي عنها علشان مش مقدراكي، يعني هي مش عايزه تكلمك، خلاص سيبيها. وانا عارفه انك بتحبيها زي اختك، بس هي وصاحبتها دي حرفيا الموضوع رايح في حته تانية خالص.